ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا من الكنافه اللي هي بقى ايه عندنا مش عايزين ناكلها، خلاص اكلنا منها ومش عايزين ناكلها، هما مش عايزين ياكلوها بس انا كده كده هاكلها لهم. خلاص بالطريقه دي هياكلوها، يعني هياكلوها. هنعمل ايه مع بعض؟ الكنافه اللي هي بقى اللي مش عايزينها، خلاص اكلنا منها وشبعنا وخلاص نفسنا مش جايبانا ان احنا ناكلها تاني. هنعمل ايه؟ هنجيب كوبايه ميه كده سخنه اهو. بسم الله. وده كيس جيلي فراولة، اي نوع انت عايزاه، مش شرط يكون فراولة، اي نوع انت عايزاه. هنا المية غلت اهي معانا، كوباية المية حطها على الكيس الجيلي وهقلبه كويس جدا لغاية ما يدوب معايا. خلاص هنا انا قلبته خالص اهون لغاية ما داب معايا اهو. هنعمل ايه بقى في الخطوة الجاية؟ هنجيب كوباية مية باردة، طبعا كلنا عارفين طريقة الجيلي بتتعمل ازاي اهو، ونقلبها كده. هنجيب بقى الكنافة اللي احنا عاملينها دي اللي كانت معمولة عندنا من الاول اهي، وهنعمل ايه؟ هنفتفتها كلها. هتفتفتيها كلها بالمكسرات، بالحشو، الحشو اللي فيها. بس يعني ملحوظة ما تنفعش باللي هي فيها القشطة، لو هي فيها القشطة تاخدي الطبقة اللي فوق واللي تحت وتشيلي منها القشطة. بس انا هنا عملتها بالحشو اللي جواها. ان الحشو غامق لان انا حاطة فيه قرفة. القرفة بتخلي الكنافة يا جماعة فيها في ناحية تانية خالص، طعم تاني خالص. انا هفتت الكنافة هنا زي ما انتوا شايفين اهو، فتتيها خالص اهي. انا كنت حطاها في علبة في التلاجة على اساس ان هما خلاص كلوا منها ومش مش عايزين ياكلوا دي بقى خلاص، فقلت ابقى اعملها لهم بطريقة تانية على اساس ان هما ايه بقى ياكلوها، يعني ياكلوها يعني هياكلوها، هياكلوها يعني هياكلوها، وفعلا حبوها بالطريقة دي. بصوا اهي، انا فتتها خالص اهي. هنجيب بقى الكاسات وهنحط في الكاسات جزء من الكنافة اللي متفتتة دي. طبعا الكنافة عليها شربات، الشربات بتاعها وعليها الحاجة بتاعتها كلها اهي. هنا انا بقول هياكلوها يعني هياكلوها اهي، هياكلوها يعني هياكلوها. بصوا انا بقى هسوي هنا الكاس هنا كنافة، كمية الكنافة اللي انا حطيتها هسويها بالطريقة دي بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هجيب كاس تاني برضو وهحط فيه الكمية وهسويه بنفس الطريقة دي، وهعمل كل الكاسات بنفس الطريقة. بعد ما اسوي ده هعمل كل الكاسات بنفس الطريقة. اه انا بسوي ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. من جمالها هتعشقوا الوصفة دي يا جماعة، ما ترموش اي كنافة، مش هترموها، مش هترموا اي كنافة تتبقى عندكم مش عايزين تاكلوها. خلاص انا عملت الكاسات اهو كلها، حطيت كمية الكنافة تحت في القاع بتاع الكاس. هعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي برضو كريم شانتيه كان عندي في الفريزر من اخر تورته كنت عاملاها. كان عندي برضو ما بيفيد مني وانا بعمل التورت بحطه في الفريزر. يعني انا ما كلفتش الوصفه دي، ما كلفتنيش الا كيس ايه، كيس الجيلي بس. والكنافه عندي والكريم شانتيه عندي. هعمل هنا بقى كريم شانتيه كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هعملهم بالطريقه دي كل الكاسات زي ما انتوا شايفين كده. وهساوي برضو بالمعلقه كريم شانتيه بعد ما اخلص. انا في حته وقفت في الكيس. اهو. هجيب المعلقه بقى وهساوي ايه الكاسات اهو، انا سويتها بالمعلقه. خلاص هعمل ايه تاني؟ هجيب الكنافه وهحط جزء من الكنافه تاني كده
اهو زي ما انتوا شايفين، وهسويه فوق الكريم شانتيه اهو. كيس الجيلي بقى ب10 جنيه يا جماعة. اتفاجئت وانا بجيب، بقول له كيس جيلي، اداني علبة جيلي اداهوني بيقول لي 10 جنيه. اتفاجئت لان انا ما جبتوش الصراحة من زمان. هيحصل فينا ايه اكتر من كده؟ بالذمة هيحصل فينا ايه اكتر من كده؟ اهو شوفوا، انا حطيت هنا برضو نفس الكمية التانية اهو في نفس الكاسات، وهنسوي بقى ايه ال3 كاسات دول اللي احنا عملناهم بالمعلقة برضو. انا سويت الكاسات اهو يا جماعة. احط طبقة كريمة زي ما انتوا شايفين كده. كده اسهل، بتلف كده وبيبقى لك اسهل لما بتلف الكاس كده وبتمشي بالكاس، بيبقى اسهل وانت بتحطي. ربنا يرحمنا بجد من اللي احنا فيه يا جماعة، والله العظيم ربنا يرحمنا بجد. اللي بيحصل فينا ده حاجة مش سهلة. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي السبب في اللي بيغلي الاسعار. احنا يعني مش هقول حد معين يا جماعة، حسبي الله، محدش يقول حد معين. حسبي الله، لما تدعوا قولوا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي السبب اللي بيغلي الاسعار على الناس الغلابة كده. بجد حاجة حرام 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 اللي احنا فيه. حرام اللي بيتعمل فينا. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي السبب اللي بيغلي علينا الاسعار دي. اهو يا جماعة هنسوي برضو الكريمة كده. هنا في المرحلة دي بقى هتكون الجيلي بريد. لازم تبدأي بالجيلي عشان يكون بريد، ما تحطوش على الكريمة سخن. زي ما انت شايفة كده. وفي الاخر هتطلعي حاجة فاخر من الاخر، وممكن تقدميها لضيوفك برضو بتبقى حلوة جدا اهي. ممكن تعملي الطريقة دي على اساس انا عملت كل الكاسات اهو. ممكن تعمليها برضو من مش شرط الكنافة البايتة عندك. الكنافة تعمليها في الحلة، تقليها في الحلة، تحمريها في الحلة وتعمليها كده بنفس الطريقة. مش شرط الفرن. تبقى اسرع كنافة تعمليها اهي. بصوا، بجد هتاكلوا حاجة عجبتهم جدا جدا جدا. وقالوا بيعملوها لي بالطريقة، اعمليها لنا بالطريقة دي اهي. اعتمديها بقى لرمضان. سوا بقى تكون كنافة عندك مش عايزين ياكلوها، او كنافة بقى تحمصيها انت في الحلة وتعمليها كده بالطريقة دي، بتبقى حلوة جدا. ممكن تقدمها لضيوفك بالطريقة دي شيك، وغير الطريقة التقليدية اللي احنا بنقدم بيها الكنافة. خلاص اهي. بصوا بعد ما جمدت دخلتها التلاجة اهي، لغاية الجيلي ما يبرد معانا. بصوا، ما يجمد معانا. تحفة جدا يا جماعة، يا ريت تجربوا الطريقة دي حلوة قوي. اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. جربوا الطريقة دي هتعجبكم.